اختار السجن في الجزائر، ماشي الحراش وماشي سركاجي. كاين حبس راهي محبوسة فيه كتار من 80% من النساء الجزائريات بلا ما يفيقوا. أهلا وسهلا بنوارة القناة، ويا مية مرحبا بحراير بلادي، الفحلات الشاطرات من الشرق للغرب ومن الشمال للصحراء. اليوم جيت وجبت لكم معايا طاقة كبيرة. يلا حباباتي معا ننجح. الحبس هذا ما فيه لا عساس ولا بيبان حديد، بصح محبوسة فيه أحلامك، محبوسة فيه قرايتك، ومحبوسة فيه حتى الضحكة نتاعك. وكي تحوسي على السجان شكون تلقاي بلي انتي اللي راكي حابسة روحك. الحبس هذا سموه واش يقولوا علينا الناس. اذا ما كسرناش هاد السلسلة اليوم راح تضيع حياتك كاملة وانتي تستناي في عفو عمره ما راح يجي. اروحي نفهمك كيفاش طحتي في هذا الفخ وكيفاش تخرجي منه اليوم قبل غدوة. وش هو هذا الحبس اللي ما عندوش حيطان؟ كي نهضروا على اخطر الحبوسات في العالم على بالي باللي يروح بالكم الاسوار العالية، البيبان تاع الحديد والعساسة واقفين. بصح الحقيقة كاين حبس كتار من هذا كامل، حبس ما عندهش حيطان وما فيهش قفل وما يحتاج عساس، ومع ذلك راه حابس ملايين النساء يخدموا، يربوا ولادهم، يطيبوا ويتبسموا قدام الغاشي، بصح من الداخل ما عاشوش نهار كيما كانوا حابين هما. هاد الحبس عندها اسم واحد برك وراكم كامل تعرفوه، واش يقولوا علينا الناس. هاد الجملة اللي كبرنا بيها وتحولت مع الوقت نصيحة، واش يقولوا علينا الناس. هاد الجملة اللي كبرنا بيها اللي غلفت لنا أحلامنا وعمرنا كامل راح. اليوم ما راحش نهضر على كلام الناس في حد ذاته، راح نهضر على العساس اللي بنيناه داخل رواحنا وولينا نعسو في السجن تاعنا بيدينا. كيفاش بدات الحكاية؟ خليني نرجع بكم سنوات الرور، ايامات الصغر والعفوية. تخيلوا معايا طفلة صغيرة عندها 6 سنين، ناضت الصباح، لبست ربة جديدة، وقفت قدام المراية وشافت روحها أميرة. خرجت تجري للزنقة، تضحك وتدور وعايشة طفولتها بكل براءة. فجأة تسمع صوت يماها تعيط: ادخلي لداخل، ما تدوريش هكا، واش يقولوا علينا الناس. الأم أكيد ما كانتش حابة تجرح بنتها، بالعكس دفاعها كان من الحب والحماية وخوف عليها. بصح الطفلة الصغيرة ما تفهمش النية، تفهم الرسالة اللي وصلتها. الصفعة الأولى، الرسالة اللي دخلت الراسة هي: باش تكوني مقبولة ومحبوبة لازم تصرفاتك تعجب الناس. من ثم بدات الصفعة الأولى والتنازلات في حياتها. كل مرة تتنازل على جزء صغير من ذاتها، بالمقابل الغاشي يرضاو. تسكت وهي حابة تهدر، تضحك بالسرقة، تخبي رايها وتدفن أحلامها، لأن التنازلات كانت تجي بالقطرة، ما حستش باللي راها تخسر في روحها. كبرت الطفلة وبقاو الحيطان دايرين بيها. تكبر الطفلة وتولي مرأة مسؤولة، تخدم من 8 تاع الصباح ل4 تاع العشية، تدخل للدار تجري للفورنو وتراجع للدراري، تغسل وتنقي. وكي تحط راسها على اللسادة تطرح السؤال: علاش راني عيانة هكذا؟ التعب الحقيقي ما كاش في الخدمة ولا في الشقة، بل هو التعب
التمثيل اليومي. في الخدمة تحاول تراضي المدير والزملاء. في العائلة لازم ترضي الحمات والنساب. في المناسبات والأعراس لازم تبان كاملة الأوصاف قدام لا فامي. في مواقع التواصل لازم تصنع صورة مثالية تعجب المتابعين. حتى وهي وحدها نسات شكون هي، لأنها ولات قبل أي قرار تسأل واش يقولوا عليا الناس، في بلاصة ما تسأل أنا واش راني حابة. الضريبة الغالية اللي نخلصوها كل يوم. الشي اللي يوجع في هذا الحبس أنه ما يضركش ضربة واحدة، بصح يكتلك بالتدريج. إذا دخل عليك ضيف على غفلة والدار ما كانتش مرتبة كيما تحبي، أول حاجة تجي في بالك ماشي راني عيانة، لا، يا راح يقول عليا فنيانة ومعفونة. إذا بكى ولدك في الزنقة تحشمي وتتزيري، ماشي خاطش عيبك يبكى، بصح راكي خايفة من نظرة الناس وأنهم يتهموك ما عرفتيش تربي. إذا حبيتي ديري مشروع ولا تقراي ولا تبدلي خدمتك، أول حرب ما تكونش مع الظروف، تكون مع فكرة وإذا خسرت وش راح يقولوا عليا. الكذبة الكبيرة اللي صدقناها. أروح يسقسيك بكل صراحة، شحال من مرة شفتي برا مرأة ولا راجل وعيبتي عليه؟ اسكو تروحي تخمي فيه سيمانة كاملة ولا شهر كامل؟ بالك 5 دقايق تنسايه وتلهي في همك. هكذا يديروا الناس معانا، يشوفوا ويعلقوا لي تواني ويروح كل واحد يكمل حياته ويغرق في مشاكله. بصح احنا نرتكبوا غلطة كبيرة كي نعطوا لهذيك النظرة العابرة تاع دقيقة سلطة باش تسيرنا وتخرب لنا مستقبلنا وتخرب لنا أحلامنا. الميراث الأخطر اللي نمدوه لولادنا. الحكاية ما تحبسش عندنا، تولي عدوى نفوتوها لولادنا بلا ما نحسو. ما تجريش الناس يشوفوك، ما تضحكيش هكا عيب، ما تلبسيش هكا ما جاياش. نعاودو نفس الهضرة اللي سمعناها وإحنا صغار، نعاودوها بدافع الخوف والحماية. بصح الطفل الصغير يستقبل رسالة واحدة تقول له قيمتك في هذه الدنيا يحددها راي الناس. يكبر وهو يخاف يغلط، يخاف يجرب، ويخاف يعبر على روحه، ماشي لأنه ضعيف، لا، لأنه تعلم باللي الرضا تاع الغاشي أهم من الصدق مع الذات. الحقيقة اللي لازم نواجهوها، الناس ما يسكتوش، الناس ما راحش يسكتوا حتى نهار. إذا نجحتي يهضروا، وإذا فشلتي يهضروا. إذا خدمتي يقولوا خلت دارها وخرجت تخدم، وإذا قعدتي في الدار يقولوا هذه أصلا ما عندهاش طموح. يعني إذا راكي تستناي النهار اللي يرضاو عليك كامل الناس، راكي تستناي في الغول. السؤال الحقيقي ماشي كيفاش نسكت الناس، سؤال حقيقي علاش عطيتهم هاد السلطة كاملة على حياتي؟ كيفاش نكسروا هاد السلسلة؟ الحرية والتحرر ماشي معناها التمرد ولا قباحة ولا الراس اليابس. الحرية والتحرر هي استعادة ميزان القيم الحقيقي. كل ما تسمعي هذيك الهضرة تدور في راسك، بدلي الأسئلة نتاعك. يجي في بالك السؤال نتاع واش يقولوا عليا الناس، بدليه بسؤال واحد آخر اللي هو هل هذا التصرف يرضي ربي سبحانه؟ وكي يجي في بالك داك السؤال نتاع كيفاش راح نبان قدام الناس، بدليه بسؤال جديد، هل هذا القرار يتوافق مع قيمتي ومبادئي؟ كي تجيك ديك السؤال نتاع وإذا هضروا عليا، بدليه بسؤال خير اللي هو
هل راني مقتنعة بهاد الخطوة وتخرج عليا وعلى دارنا؟ قبل ما تطفي هاد الفيديو حابة نطلب منك حاجة، ما تروحيش ديريكت للتعليقات ولا للفيديو اللي بعده، خدي دقيقة برك وقعدي مع روحك وبكل صدق وسقسيها: شحال من قرار مصيري في حياتي بدلته غير على جال كلام الناس، وشحال من حلم شباب أجلته ولا تخليت عليه خوفا من هضرة الناس. إذا لقيتي باللي هاد الخوف سرق منك سنوات من عمرك اللي جاز، ما تخليش يزيد يسرق منك الأيامات الجاية. الحياة قصيرة بزاف باش نعيشوها نسخة مزيفة تعجب كامل الناس، وننساو ونعيشوها حقيقة كما رانا حابين حنا. بعد 20 سنة من درك ما راح تندمي لأن الناس هضروا عليك، راح تندمي خاش صدقتيهم وتخليتي على حياتك، وخليتي التران تاع حياتك يمشي في السكة اللي خيروها هما ماشي اللي خيرتيها انتي. خلي ميزانك من اليوم هو رضات ربي ومبادئك وقيامك، لأن الناس راح يهضروا على كل حال، صحياتك انتي برك اللي رايحة تعيشيها. إذا عجبكم الفيديو ديروا جام وشاركوا في القناة باش يوصلكم كل يوم جديد، وما تنساوش أي خطوة تبدايها اليوم هي بداية نجاحك. نجاحي يبدأ من بيتي. سلام.